السلام عليكم. العزومة اللي ما اتصوّرتش. كانت بقى أنا تعبت فيها 3 أيام، وتقريبًا أول ما شُفت الناس اللي غاليين عليَّ نسيت أصوّر الفيديو، أو نسيت أصوّر المائدة المفروض النهائية. لكن عايزة أقول لِك إنِّك هتطلعي من الفيديو ده بمعلومات كتيرة جدًا، حاجات كتيرة للناس اللي أول مرّة تخش المطبخ، أو حتى دخلت المطبخ إزاي ترتّبي دماغِك، وإزاي تعملي عزومة ل15 فرد. ما شاء الله هتطلّعي الحاجة كلّها تحفة. وهينبهروا بالمائدة بتاعتِك بجد، هتعجبهم جدًا، جدًا، هتشرّفِك جدًا، جدًا. على فكرة دي كده يا جماعة البقايا بتاعة العزومة ما شاء الله عليها. الرومي كان تحفة، وكان دايب جدًا، جدًا. اعمليه بالطريقة اللي هاقول لِك عليها دي، يطلع لِك رومي تحفة. تمام. طب تعالي بقى في البداية نشوف عملنا إيه. العزومة تقريبًا كانت عندنا مثلًا الجمعة. أنا بدأت يوم الأربع، بدأت بالتعصيجة الأولانية اللي هي للسمبوسة وللكُبيبة. تمام. فعملت سمبوسة وكُبيبة، فحضّرتها قبلها بيومين وفرّزتها عادي جدًا عشان يوم العزومة. قبلها ب10 دقايق طلّعتها وبدأت أحمّرها على طول. تمام. طبعًا أي حاجة فيها آلية هاقليها، يبقى أنا باعصّج لحمة بالشكل ده. باحط اللحمة الأول وباسيبها يعني تغيّر لونها، وبعد كده بانزل بالبصل، ملح وفلفل أسود، بابريكا، بهارات لحمة، بس كده. دوّة اللي باحطه في التعصيجة بتاعة السمبوسة والكُبيبة. وهنا بقى لو عندِك شوية صنوبر أو ما عندكيش، لأ زي ما أنا عملت كده، جبت شوية فول سوداني حمّرتهم شوية، وبعدين غيّرت لونهم كده لإنّهم كنت جايبهم اللي هو الأبيض دوّة. وبعدين بدأت أحمّره ونزّلته على التعصيجة عشان أحشي بيه السمبوسة والكُبيبة بتاعتي. تمام كده. المرحلة اللي بعد كده بقى بدأت أجهّز في الكُبيبة والسمبوسة. والسمبوسة هنا حشيتها برضه ما صورتهاش، ولكن حشيتها عادي جدًا لإن أنا عاملاها معاكم قبل كده. فحشيتها بس عفّرتها عشان لمّا أحطها في الفريزر ما تلزقش في بعضيها وتبقى جاهزة معايا. قبل ما يعني أحمّرها ب10 دقايق باطلّعها. تمام. كل حاجة بتبقى بعد كده على التسوية يوم العزومة نفسها. ما تلبخيش نفسِك عشان تقدري ترتّبي كل أفكارِك. تمام كده. هاتي بقى نُص كيلو من البرغل الناعم. هاتي اللي هو الناعم جدًا أفضل من ده. دوّة كمان خشن شوية اللي هو الضحى ده. فأنتِ هاتي الأنعم، الأنعم بيبقى أحسن في الكُبيبة. تمام. أو الكبة. كوبايتين برغل هياخدوا كوبايتين مَيّة. أنا عملت 4 كوبايات، فهاحط 4 كوبايات من المَيّة. تمام. المغلية أو اللي من الحنفية عادي، بس أنتِ لو مستعجلة اعمليها من الحنفية. تمام. هنا بقى أنا كنت نقّعت، هنا عملتها بطريقة مختلفة غير اللي عملتها لكم قبل كده. عملتها بسميد البسبوسة. هاحط كوباية من سميد البسبوسة على الكمية دي، ولكن ما تنقعيهاش زي ما أنا نقعتها كده، لأ، حطيها على طول. دي مش محتاجة إن هي تتنقع خالص عشان تخلّي العجينة تتماسك. ريّحتها كده في الفريزر حوالي 10 دقايق والّا حاجة. تمام. وممكن تسيبيهم كمان نُص ساعة في التلاجة براحتها جدًا. وبعدين تبتدي تشكّليها بالشكل ده. كل ما بتسيبيها وتريّحيها على فكرة بتتشكّل معاكِ بشكل أحلى، أسهل. تمام. بالشكل ده. وبدأت كده إيه، أكوّرها يعني طبعًا حشيتها معاكم قبل كده أكتر من مرّة. زي ما أنتم شايفين كده. كده بدأت إيه، أحشيها التعصيجة بتاعتي. وبعدين بدأت أحطّهم كده في صينية. شمّعتهم في الفريزر. والمفروض إن أنا أشمّعهم يعني ساعة والّا حاجة بس، وبعدين أفرّزهم. أنا نسيتهم تاني يوم ما شاء الله. فمش مشكلة. المهم إن أنا فرّزتهم بعد كده حطيتهم في الفريزر في أكياس كده. ويوم العزومة طلّعت وبدأت إيه، أحمّر على طول. طيب إيه هي بقى بهارات الكُبيبة؟ ملح، فلفل أسود، شوية من الكمون، شوية من الكزبرة، شوية من بهارات اللحمة أو ال7 بهارات، وبس كده. ما حطيتش حاجة تاني في الكُبيبة. وبدأت أفرّزها بالشكل اللي أنتم شايفينه دوّة قبلها ب10 دقايق. وأنتِ تبتدي تحمّريها. بالنسبة بقى لملك العزومات وهو الورق العنب، ما شاء الله بقى. أنا بُصّي ده أساسي بقى. أنا ما عملتش محاشي تاني لإني عاملة أصناف كتير، فعملت ورق عنب وبس، ما شاء الله عليه. البصل ابتدي افرميه، وبعد كده شيلي منه كده كوباية على جنب. وتعالي بقى هاتي الحلة بتاعتِك والمادة الدهنية، سواء سمنة على زيت أو زيت بس زي ما أنتِ حابة. تمام. وانزلي بقى بالبصل بتاعِك ويا دوبك ياخد اللون الدهبي. وبعد كده ابتدي انزلي بقى بالبهارات بتاعتِك، ملح، فلفل أسود، كمون طبعًا معروف، كمون وبهارات المحشي لو متاح. لو مش متاح ممكن تحطي ال7 بهارات. تمام. أو لو تحبي تحطي لغاية الكمون بس والكزبرة تمام، ما تحطيش حاجة تاني برضه والله بيبقى تحفة جدًا برضه. تمام. هنا بقى التكاية حلوة أوي. حطي البابريكا على البصل بتدّي للطماطم لون حلو جدًا. يا رب تطلعي من الفيديو ده بكمية معلومات والله العظيم هايلة جدًا بإذن الله. هاتي بقى الرز بتاع المحشي بتاعِك الكمية اللي هتعمليها. تمام. انزلي عليها بقى بالبصلاية اللي حطيناها على جنب. ابتدي بقى كده إيه، بإيديكِ ابتدي تبّليها كويس جدًا. ما شاء الله بتدّي التكاية دي حلوة أوي، أوي. بتدّي برضه نكهة حلوة أوي للمحشي. تمام. انزلي بقى بالخضرة بتاعتِك بالشكل ده. خضرة كتير، محشي يعني خضرة كتير. أنا باحب بصراحة الخضرة يعني كزبرة، بقدونس، شبت. باحط ال3 حاجات دول.
ملح بقى وفلفل اسود وشويه من الكمون، ابتدي بقى ادعكي البصل بكل الحاجات دي، وبعدين انزلي بقى ايه بالطماطم بتاعتك تبقى متسبكه كويس جدا، تمام، وتبقى ما فيهاش ميه خالص، تمام كده. وهنا كنت بسلق برضو الورق عنب زي ما انتوا شفتوا كده، الحله اللي كنت حطاها كنت بسلق فيها ورق عنب كمان برضو، تمام، عشان بعد كده يبرد كل دوت وابتدي احشيه على طول. شايفين الصلصه ما شاء الله عليها، لونها حلو جدا زي ما قلت لك، التكايه بتاعت البابريكا على البصل بتدي لون حلو قوي للمحشي بتاعك او للصلصه بتاعتك، تمام كده. هتبتدي بقى تحشي ورق العنب. في تكايه حلوه قوي كمان هنا، النعناع الجاف يا جماعه برضو بيدي للمحشي طعم تحفه، خاصه كمان الممبار. النعناع الجاف بيفرق جدا جدا في كده، تمام. بص بقى الطريقه دي للناس اللي هي اول مره تحشي محشي او اللي هي بتتعلم لسه جديد، الطريقه دي بتسهل عليكي كتير قوي، بتخليكي تطلعي صابع المحشي زي المسطره. افرديه كله كده على حاجه كده زي ما انت شايفه، وبعد كده ابتدي كده ايه من النص كده تلميها، ومن الجناب كده ايه ابتدي ايه تروليها بطريقه سهله جدا هتعمليها، وزي ما انت شايفه كده زي المسطره هتطلعيه، تمام. لكن انت لو متعوده بقى ايه على طول بايديكي، فبتعمليه برضو نفس الكلام ومش محتاجه طبق ولا حاجه. تعالوا بقى الملك العزومات اللي هو الديك الرومي، ما شاء الله عليه كان تحفه جدا. بصي بقى عشان تعملي ديك رومي كده من الاخر هاتيه متقطع، تمام. لو مش فارق معاكي الشكل قوي فهاتيه متقطع، بصي بيستوي حلو قوي قوي، بيبقى دايب جدا جدا، ما فيهوش غلطه، تمام. انا غسلته كويس جدا جدا بدقيق وملح وليمون، وسِبته كمان ساعة جوّه الدقيق والليمون والملح والخل، غسلته بيه برضه تمام عادي جدًا، طالما مش هانقعه كتير فحطيت برضه خل ونقعته فيه كويس جدًا، أنا باعتبر إن الخل ده مادة مطهّرة للخضار ولكل حاجة بصراحة، تمام. وبعد ما غسلته بابتدي بقى أعمل محلول النقع بتاعه، عبارة عن نُص كوباية من السكر، نُص كوباية من الملح، عصير ليمونتين 3 كده زي ما أنتِ حابة، وحطي كمان قشر الليمون، وهاتي ليمونة كده وابشري برضه البشر بتاع الليمون ده ما شاء الله، مع عودين قرفة كده، وأي منكهات عندِك عايزة تحطيها حطيها. وده قبلها بليلتين عشان خاطر الليلة اللي قبل على طول العزومة بتبتدي تتبلي الديك الرومي بتاعك، تمام. وده كمان ورق العنب بعد ما حشيته. تعالي بقى نعمل التعصية بتاعة الجلاش، هنعمل كمان جلاش باللحمة المفرومة، تمام. من الأساسيات كده الحاجات العزومات الكبيرة بتتحط، يعني متعودين نعمل كده الجلاش باللحمة، تمام. أنا هعمل البوريك التركي بكل كده تفاصيله. ضربت البصل بتاعي في الكبة، وبعدين بدأت أنزل كده بقى بسمنة، معلقتين كبار كده من السمنة، ونزلت عليهم بالبصل مضروب في الكبة معايا كده، أو حتى مقطعاه صغير كده بإيديكِ عادي، ملح فلفل أسود بابريكا، تمام. وبعد كده هانزل باللحمة بتاعتي اللي هاعصجها، تمام كده. وبعدين حابة بقى تحطي بشر جزر مثلًا حطيه، أنا من أساسيات الحاجات اللي باحبها أوي في التعصيجات اللي هي البشر الجزر، بيبقى أساسي عندي في الفريزر عشان أنزل بيه على التعصيجات بتاعتي، تمام. وملح فلفل أسود، بهارات في لحمة أو ال7 بهارات زي ما أنتِ حابة، وبكده عصجنا اللحمة المفرومة بتاعة الجلاش. و7 دقايق وهيكون التعصيجة جاهزة معايا. تعالي بقى نروح لتتبيلة الديك الرومي، وده ملك العزومات بقى، تمام. جبت نص كيلو من البصل، وجبت كمان جزرتين، بدأت كده أقطعهم بالشكل اللي انت شفتيه ده، وبشرتهم عليهم طماطميتين، ملح فلفل اسود، بهارات فراخ، تمام، توم باودر وبصل باودر. وبعد كده كمان عصرت عليهم ليمونتين 3 برضو، تمام. وحطيت كمان معلقه كبيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره كده من الكمون. دي التتبيله بتاعت الديك الرومي، جربيها وهتدعي لي، خطيره، تمام. حطي كمان عليهم كوبايتين 3 من الزبادي، ممكن تحطي 3 او كوبايتين، انا حطيت 2، تمام. وزي ما اتفقنا كده إيه، هنحط ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة، بهارات فراخ، ممكن تبقى هنا تحطي معلقتين كبار من الباربيكيو، اللي هي دي بتبقى يعني مخصوص برضه للحاجات المشويات، تمام. زي ما أنتِ شايفة كده، وابتدي بقى يعني إيه مكّسيها كويس جدًا، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، وجربي التتبيلة ديّة وبجد خطيرة والله، خلّت اللحم الديك الرومي دايب جدًا، جدًا معايا. وهنا جبت الديك بتاعي وشيلته من محلول النقع بتاعه بالشكل دوت، ممكن تشطفيه شطفه كده بس عشان خاطر الحاجات اللي كنا حاطينها دي، او ما تشطفوش ممكن والله تشتغلي على طول كمان، تمام. تيجي بقى غرزي كده في اللحم كده بالسكينه كده تكات بسيطه، بحيث التتبيله كلها تتوغل اللحم بتاع الديك الرومي. وبدات ايه اتبل اللحم بالشكل دوت جوه وبره وكل حاجه بالشكل ده. وبعدين بدات ايه يعني أغطيه بستريتش وحطيته في التلاجة بقى، ده كان قبلها زي ما اتفقنا بليلة واحدة التتبيل على طول، وتاني يوم هنشتغل فيه وهنبدأ بيه تقريبا، بس بعد الحلويات يعني خلصت الحلويات الأول، وبعد كده بدأت أدخل الديك الرومي بتاعي الفرن، خد معايا 3 ساعات وكان السوا بتاعه تحفة، تمام. تعالي بقى نروح للجلاش بقى.
وهنرجع برضه للديك يوم بقى العزومة هاقول لكم هنعمل فيه إيه، تمام كده. ادهني بقى الصينية كويس جدًا، جدًا بالسمنة، تمام. هاتي بقى نُص هاتي كيلو من أنا جِبت كيلو إلا ربع من الجلاش كده، يعني جِبت كيسين. الكيس كان حوالي 500 يعني حوالي 500 جرام أو 450 جرام تقريبًا، تمام. وبدأت كده إيه، آخد 3 ورقات، 3 ورقات، تمام. تعالي بقى للتشريبة اللي ندهن بيها الورق كله، وكمان هنشرّب بيها الجلاش أو هنسقي بيها الجلاش، تمام. كوباية إلا ربع من السمنة السايحة زي ما أنتِ شايفة كده، نزلت عليها بكوبايتين من الزبادي، ملح وفلفل أسود، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتفرق جدًا بتخلّيها مورقة، تمام كده. وبعد كده بقى جبت الورق بتاعي، بدأت أدهن ما بين كل ورقة والتانية بالفرشة بالشكل دوّة. عملت 3 ورقات، الورقة التالتة ممكن ما تدهنيهاش وتلفي على طول عادي جدًا، تمام. وبعد كده إيه، على الحروف كده ابتدي إيه، ادهني. تمام، خدي الناحية الأطول فيها وابتدي إيه، اللي هي دي اللي هتبتدي تحطي فيها الحشوة بالشكل ده، تمام. وتبتدي تروليها بالشكل ده، وتبقى كده تفرديها في الصينية بتاعتك لحد الآخر. وبعدين تبتدي بقى إيه، إنك تقطعيها قبل ما طبعا قبل ما تدخليها الفرن. لكن هنا برضو عملتها برضو قبلها بليلة، يعني عملتها برضو يوم الخميس، كانت العزومة الجمعة عملتها الخميس، وحطيت فيها التشريبة بتاعتها وكل حاجة، وغطيتها بستريتش. وتاني يوم برضو خليتها بقى على دخول الفرن بس، تمام. يا رب المعلومات دي بس تفيدِك، تمام. زي ما أنتِ شايفة كده بدأت أرُولها بالشكل ده، وطلع والله العظيم جلاش تحفة. كان نفسي أوريكم الشكل النهائي، بس يا دوبك صوّرت الطبق اللي أنتم شفتوه في البداية ده. زي ما أنتم شايفين كده ابدئي بقى إنِّك أنتِ تقطّعيه، تمام. وبعدين تبتدي بقى إيه، باقي التشريبة تنزّليها عليه، وبعدين بستريتش كده غطّيه، وفي التلاجة دخّليه. تعالوا بقى ليوم العزومة نفسها. يوم العزومة نفسها بقى عملت إيه، بدأت بالديك الرومي. جبت كده رقات من البصل والطماطم والجزر، وحطيت ملح وفلفل أسود في الأرضية كده، وبدأت إيه، أرص الديك الرومي بتاعي. ده هو عبارة عن 7 كيلو مش أكتر. هنا على فكرة لقيت الصينية صغيرة شوية، فرجعت حطيتها في صينية أكبر. حطي بقى عليهم من فوق كده شوية من الزيت زي ما أنتِ شايفة كده، وحطي باقي التتبيلة من فوق عادي، ما تحطيش أي مَيّة خالص ولا كده، هو بينزّل المَيّة بتاعته وبيسويه منه فيه. حطي كده ورق فويل قفّليه كويس جدًا، ما تستخسريش بقى، ده ديك رومي تمام. حطي ورق فويل قفّليه تقفيلة كويسة أوي. هتسيبيه في الفرن، هتسخّني الفرن على 200، مجرد ما يخش أول 10 دقايق بس ياخد غلوة. بعد كده ابدئي نزّليه بقى ل180، تمام. وهتسيبيه 3 ساعات هيطلع لِك زي السكر، تمام. نسيت حاجة كمان قبل ليلة العزومة تعمليها، السلطات اخلصي منها برضه عشان تاني يوم تبقي فاضية كده، مش وراكِ غير التسوية وبس، تمام. اللي هو يوم العزومة نفسه. أنا جبت بقى كابوتشا حمرا بالشكل ده. الكابوتشا برضه عايزة أقول لِك إن هي ما بتتغسلش، تشيلي بس الورق اللي هو اتعرض للأتربة ده من فوق، تشيليه كلها. وبعدين إيه، تاخدي الجزء اللي بعده على طول، ابتدي بقى قطّعيه تقطيع صغنّن كده، سواء بقى بالكَبّة عايزة تقطّعيه أو بإيديكِ عادي جدًا. وعشان يطرى معاكِ بسرعة، تمام. اعصري عليه ليمونتين 3 واركنيه على جنب بمعلقة صغيّرة من الملح، ومعلقتين من الخل. هتبُصّي تلاقيه ده كلّه نزل لتحت ودِبِل بسرعة. تعالي بقى نعمل الصوص بتاعي كمان الcoleslaw ما شاء الله بقى، حاجة قمر. أنا كان عندي برضه تومية في التلاجة طلّعتها، جبت معلقتين كبار كده من التومية، نزلت عليهم بمعلقتين من مايونيز، نزلت عليهم بعصير ليمون، تمام. وكوبايتين من الزبادي عشان أنا عاملة طبعًا كمية حلوة، تمام. نزلت كوبايتين من الزبادي وملح وفلفل أسود. وزي ما اتفقنا الليمون حطيناه، وحطينا كمان هنحط كمان 3 معالق من السكر. ولو عندِك عسل يبقى أفضل طبعًا، أنا ما عنديش العسل وقتها خلص، فحطيت 3 معالق من السكر وملح وفلفل أسود. وبعدين هابشر كمان جزراية كده، وهانزل بقى إيه على الكولسلو نفسه، على الورق الأحمر بتاعي أو الكابوتشا بتاعتي، تمام. وبعد كده أنزل عليها بالصوص الزبادي اللي عملته أو صوص التومية اللي عملناه. مكّسيه بقى كويس جدًا بالشكل ده، وتبّليه كويس جدًا، وفوقيه ده بستريتش كده وغطّيه، وفي التلاجة دخّليه، تمام. الcoleslaw على فكرة لمّا بيتعمل قبلها بساعتين، يعني أقل حاجة ساعتين، عشان يدبل كويس جدًا ويدّيكِ طعم حلو، غير كده مش هيبقى حلو، تمام. فأنا هنا عملته قبلها بليلة كمان، بياخد ما شاء الله بياخد من التشريب بيبقى تحفة جدًا. وكده خلصناه وهنشيله بقى في التلاجة. هنا بقى يوم العزومة الصبح كده بعد ما دخّلت الديك بتاعي الفرن، بدأت بقى أحضّر فيه الحلويات بتاعتي. عملت القطايف وبدأت إيه، عملت القطايف إيه، أنا كنت محضّراها معايا حضّرتها وكمان نزّلت الفيديو دوّة، يا رب تشوفوه كده ويعجبكم.
وبعدين بدأت أحمّرها لا فكِّت منّي ولا أي حاجة، وكمان عملت طاجن تورلي وعملت ملوخية خضرا، ما شاء الله كانت العزومة تحفة جدًا، الحمد لله إني كان عندي صور من قبل كده نزّلتها لكم، هي نفس الكلام اللي كنت عاملاه برضه في العزومة. يا رب يكونوا استفدتوا أي حاجة من الفيديو دوّة، وأتمنى يكون فعلًا ولو معلومة واحدة بس حتى، تمام. ويا ريت بس تعملوا لايك، ولو فعلًا الفيديو يستاهل اعملوا بقى شير وشيّروه مع بينكم وبين صحابكم. فعلًا الفيديو والله مليان معلومات حلوة جدًا، هتعجبكم لو عاملين عزومة زي ما قُلت لكم ل15 فرد. والحمد لله أنا عندي فيديو قبل كده عشان خاطر أوريكم كان شكل الكوبيبة عامل إزاي، وقد إيه هنا الرومي دايب جدًا والجلاش تحفة جدًا ومورّق وما شاء الله